بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد الامين. فافتحنا علينا نعمته وبركته والآب كل أوان الله كله. النهارده بيباركنا قدس أبونا المحبوب الغالي، قدس أبونا الأم السرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والكائن وبنات كنيسة بلجيكس بلجيوس. بنشكر قدس أبونا على وبركته لينا وعبوره وسطينا، نقول له ربنا يديك نعمتك وإبوتك ودايما تيجي وتفرحنا وتفرح ولادك وتعلمنا. هيكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو مثل البيت المبني على الصخر أو المبني على الأرض. نقول شكرا لنا، نعيش وتعلمنا وتباركنا ونصلي كده ربنا يجعل لينا نظام صغير تسمع وفعلا. طب صلي لي عشان ربنا يديني كلمه. صلي لنص ربنا في الليل ان ربنا يديك كلام عن افتتاح الفم. ده في زن على فكره، مش في اي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. قاعد صح؟ مفيش حد يعني. انا طالع فوق. نعم. السدوس هنا. انت خلص كده اشتغل. بعد ما خلص الصخر اللي وعلى هذه الكنيسة أبنائي وعلى صخر أبنائي بيت كل مسيحي يعني كل بيت مسيحي الكنيسة الأبنائي في إيه؟ بيت. وإذا بولس الرسول في السبع روميا سلمني على مسكنة وأكدنا العميل معي المسيح يسوع، وسلموا على الإخوة الفلادوكية كمان وعلى النفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. إيه معنى الكنيسة التي في بيته؟ كان العصر الرسولي ما كانش في كده جنازة المنزل اللي كانت كده أو الحين اللي احنا شايفين دي فكان المؤمنين كانوا بيجعلوا بيتهم كنايس. فاكرين أول كنيسة كانت فين؟ مريم ومرقس اللي بالشرق طبعا، وبعد كده كيليا ورسكيلا ونفاس وليدي بيعات دروان. قعدت كده بتخيل عمل الكنيسة بتاعتنا لا تغير. الأمر بخمس الليل سبحانه وتعالى الليل يحكوه على كل السماوات. لما راح البحيرة سنة ديسمبر 71 كنت يمكن 7 8 10 كنيسة يمكن تلاقوا ورحت في البلد حتى ما كانش في مكان للمطرانية خالص، خدت أوضة واحدة. شوف الكنيسة التلميذ كان ينزل في الصحراء وأي بيت يدخل فيه معهم شنطة أو كان يعمل زي أسمع في البيت ويصلي. وصار هذه الآلات أكثر من 80 كنيسة صارت الكنيسة اللي كل ما يأتي أي تجمع كنت أنت حاسس كده زمان
طب انت الكنيسه الجديده دي المسبح العائلي اللي بتجتمع فيه الاسره كده بعد الظهر ولا الليل وتصلي. ده من ولادنا لما يجوا هيتجوزوا طبعا معاهم قعده كده قبل الفرح باسبوع. من ضمن الحاجات اللي بركز عليها المذبح الصلاة. يعني كلمة شبابية كده وصورة اسمها عطر المسيح وعليها العجال والشربات ويبقى في ميعاد معين نضرب الجرس في حاجة نطلع نسلم مع بعض كل واحد مذكور وسلم. المذبح العائلي يسمع كل شيء. الكنيسة اللي البيت يعني معنا صغيرة كده بقى يسمع المسيح. أول ما يمشي الإنسان يزور كده يتحرك بسهولة يعرف البيت ده إيه، هويته إيه، ديانته إيه، الطائفة اللي بينتمي لها إيه، من خلال الملصقات الموجودة والمعلومات الموجودة. حتى كنا نعرف البيت ده الناس دول الأشخاص المحكين الرياضة هنلاقي صور الرياضيين أو صورة النادي اللي هم بيشجعوا. ده ممكن نعرف أحيانا لما ندخل بيها زمان لما رحت الانتقال ألاقي صور الأولاد كلها صور بقى للموسيقيين ومش عارفين الفنانين ومفيش حاجة صورة للعطر المسيح ولا الكلام ده كله. أحيانا الناس تحب تحط الصور تقول لك معها أو الحشرات، لكن أنت كشخص مسيحي إيه اللي يجي في بيتك من صور وعلاقات؟ الكنيسة التي في بيتك يا ترى الكنيسة القبطية تلاقيها جميلة وتلاقيها كلها تجيب مربوط الكنيسة مزينة بالأجمال. على فكرة دي السماء اللي موجودة على الأرض. إن ما كانش ليك علاقة قوية بأحد القديسين أو أحد القديسات ده هم لما تطلع في السماء مش هتعرف، ما تعرفش عليهم أنت موجود إيه على الأرض. هم دول يستلقوا في السماء من يحيى أنبابينا أبابينا كان حاضر يفتح حاضرين بساليوس وتراب السويف وهو الوعظ في الجنازة بتاع الأنبابينا من يحيى أنبابينا قال أنا مش متخيل اللحظة اللي هيستقبل فيها البابا كورولوس تلميذ أنبابينا. يشكر ربنا في ساعتها حدثت البابا كورولوس هم دول اللي يسافروا في السماء. ولذا الكنيسة جميلة بنشوف الأيقونات والصور بتمثل الكتاب المقدس مفتوح لينا كلنا. تلاقي الناس واحدة من الكنائس تعمل ساعة ولادة المسيح لغاية الصلاة تمشي معاه كل الأوقات. حتى اللون نفسه ممكن الإنسان ما يتعرفش يتعلم ومجرد يشوف الألوان الصورة يتعلم منها حتى ما كانش يعرف الصور اللي في بيتكم بقى يا ترى وسيلة إيضاح أفراد الأسرة وبتدي نوع من الشركة
بين اهل البيت واصحاب الصور ولا بنعلق صور كده وخلاص، ولا بنحطها بطريقه عشوائيه. تلاقي كده البيت المسيحي الخصوصي بقى ايه لما نحط صوره، لو شفنا على شكل الراني التي هي موزه، لا يبقى ده بيت المسيح. طب المسيح جالس الملك ايه عن يمين الملك، هل فعلا المسيح العذراء على يمين المسيح ولا كان العذراء المسيح شداد الجانبين؟ اي بيت مسيحي اول ما ندخل نشوف البيت المسيحي، اول ما ندخل نفتح باب نلاقيه حاطين صوره الملاك ميخائيل حارس البيت، حارس البيت مانع الشر من دخوله، واقف سيف على الباب على طول محدش يقدر يدخل جوه. نمشي شويه هنلاقي واحنا داخلين البيت عاملين كده صورة المسيح فاتح ذراعيه، تعال ليه وكامل طويل وسخيف. أي صورة أي حاجة متاهة مجرد تشوف الصورة هتلاقي ولا هموم وأي حاجة جاي بيها من بره ارميها على المسيح. خلي بالك وارمي نفسك في حضن المسيح هتجد راحة. ممكن يلاقي صوت العيلة المقدسة وهي زيارتها لمصر، ست العذراء المسيح وسبحان الله دخلوا البيت، هم دخلوا مصر وباركوا أرض مصر كلها. خلي بالك لو بصينا على الخريطة ريحة المقدسة هتلاقيها شاملة مصر كلها تنزل من الشمال للجنوب وللشرق للغرب. مفيش حتة ما راحتهاش. فاكر سنة 2000 في الألفية الثانية قلت إيه نعمل نزول رحلة العلم المقدسة. أول ما بدأناها من العريش، واحنا هناك يبقى نشوف هناك اسمها دلوقتي في كنيسة أثرية هناك فاكر، وفي طريق وكان في شجرة شفناها مرة، شجرة كنيسة كبيرة يقول لك ده العذراء كانت يعني قاعدة تحت يوسف، مش ما نعرفش لغاية ما كان جاي بسطة قعدنا فاكر في يوم رحنا مرة تاني خدنا الرحلة طلعنا لغاية الصعيد، وعملنا بقى في الجاموس وسن النصارى ولغاية ما رحنا المناوي وجبل الطير. قعدت كده يا رب جايبين اتوبيس مكيف ودينا كده. طب والعقل والمسيح لما كانوا ماشيين بالسوري والحوار ده اللي كانوا احتملوا كل ده ازاي؟ احتملوا كل البلد ازاي؟ وصلنا لغاية المحلة وجاء هناك، بعد كده رحنا ترومبا، لكن كان خدنا يومين تقريبا في الرحلة وسكتنا. ومرة رحنا بقى عندكم هنا شجرة بره، كان يوم لو كان اسمه مصر القديمة لو سكة يسمونها القداس. ومرة رحنا تاني سخن وست دميانة، الحتة دي اللي راح سخن يشوف كعب الهكسوس اللي موجود على الصخرة الطفل يسوع. صورة جميلة لعين المقدسة بتقول مبارك شعب ايه؟ مصر. طب ناخد اوضه المعيشه بتاعتنا اللي احنا اوضه الصالون او اوضه الابداليه، بلاش الصالون، ونحط صوره
على الجبل يقول لي العزة اللي قالها على الجبل لم تحمس المعجزة الواحد يسأل نفسه حقل وصلي ولا دخل عنه لكن أول معجزة عن سيد المسيح كانت إيه؟ أرسل على كده العذراء اللي فيهم اللي يقول لكم فعلوه يعني مهما قال لك إيه يبقى إحنا وضع الموسيقى ماذا جميل هذا الموسيقى كان مثلا طول الأجيال ومن علم الله لم يتبع يميز نفسه أنا عندي الموت تيجي القلب النقي على القلب القلب النقي يعني القداسة هي القداسة نقي كل خطايا لما تبقى حتى ربنا يصلي لا تشتكي من هنا من أعمال صلاة توبوا اقفوا قدام ربنا واتكلم معاه عايز اقول لكم حاجه انت لما تقف تصلي من ربنا الشرابين والصرافين بيبقوا وراك لانك محبة ربنا ما يقدروش يتقدموا قدامك انت واقف كده بتتكلم معاه لما يكون الناس يزورونا يا ترى الحديث بتاعنا وقت كنت بنعيش فيه بنتكلم في كلام ربنا هل كده المسيح ولا كلام جميلة وحكاوي وناخد دايما قد كده بعد الزيارة بتاعتهم طب المطبخ بتاعهم هل بتحط صوت المسيح لما أشبع الأمور حدث وزاز مجدين قدامي ولا لا؟ تقدر تحس ببركة ربنا التي تكون نجيب معها تعب. عايز أقول حاجة أنتوا شفتوا ده أو نقعد نجهز لهم يا ترى وأنتوا بتجهزوا الأكل الولادي المادي ده الغداء ولا العشاء ولا الفطار فكرتي ده المسيح قبل يوزع على 65 كان عارف ان حاجه من ايه؟ كان وعظ على كده. طب انت فكرت في الجزء الروحي لاولادي قبل ما تجيب الجزء المادي ولا بيهتم بالماديات بس؟ هل بتتعب انك تقدر تحفظي لأجل أن تأدي المطبخ روحية ولا لا؟ زي ما بتتعامل المطبخ المفروض بتعمل حول جهازات الروحية. السيد المسيح لما دخل بيت مريم ومرسى قال لها إيه؟ قال مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة لأجل حاجة كان شغالة جاهز كل حاجة قدام السفينة لكن ربنا قال لها أنا عايزك تاخد المسؤول الصالح. عايزين مرسى ومريم الاثنين مع بعض تبني الشخصية. فأول تلاقي نجد إيه؟ تلاقي في ناس تحب تتفرج صور وإعلانها وموضوع الظهور وكذا. كل المسيح كنت الصورة دايما صوت ايه؟ العشر ربان.
له ايه؟ حياه ابديه. ونتصدق كده واحنا عارفين الصوره دي ما فيهاش يهوذا، عشان يهوذا اخطا وخان فما استحقش ان ياخد جسد المسيح ودمه. طب يا ترى اراجع نفسي ولا ما الصوره؟ هل انا فعلا استحق اخد جسد المسيح ودمه ولا كان عندي خطيه او مكتوب عنها عشان اتناول جسد المسيح ونمتع بالاسرار القدسيه؟ نسكت شويه وانتم صوت المسيح على العرض وسط كلام جميل كنت يوم ولا لا؟ ومالك الحب يدور ولا لا؟ لو فعلا حطيت صوت المسيح ووسط احس بالذوق والجوع ان المسيح موجود في هذا المكان وبارك هذا المكان. يزيد من قدر المحبه بينهم. لكن احيانا نحط صور عالميه مثيره ونحط صور فيديو او حاجات نشغلها صور مجلات وحاجات غير مقدسه كتب ويبقى صوره مش حلوه او مكان يعني المفروض المسيح موجود معانا في النوم. اوعى الفكر بتاعكم لا يا حبيبي، المطلع ايه؟ مقدس. طب قلت الاطفال بنحط فين؟ تلاقي احيانا بيجي وحدته كده صور الجماعه وصور مش عارف ايه وبعض والعيال عاملين ملزقين على الحيطه كلام صعب جدا حاجات كده. لكن المسيح مفروض على طول على سبيل نحط الكلام فوق الصراط وممكن في وش السرير كده صورة للطفل مثلا زي عسكرية في وشه أو صورة المسيح الطفل وموجود في وجهه دلوقتي أو صورة المسيح وبيجمع الأطفال بتاع الأطفال يأتون إليه خلي ولادكم يشوفوا كده يصوروا عينيهم دي على صورة المسيح. الميت المسيح اللي بنقول عليه الصلاة والسلام هتلاقي كل بيته زي الاستقرار الكنيسة التي في بيتها بدورها من خلال المحبة التي نبص كده محبة ربنا لينا شكلها ومفروض تنعكس محبة ربنا لينا بمحبة الولاية اللي في بيتها. بعد التأسيس وحدانية القلب أي التي للمحبة قد تتأثر فيها يجب أن تكون من خلال المحبة الأبوية التي ينبغي أن تكون صورة من محبة ربنا لينا. شوف ربنا جميل ازاي. ربنا بمحبته البشريه حب ان الانسان قبل ان يوجد وخلق العالم كله وفيه من حاجات كل شيء وعدله. لما جه خلق الانسان خلقه عليه على صورته المثاليه. ايه ده المحبه؟ وعمل تاني تسلطوا على كل الخليقه، اعطاه السلطان على كل الخليقه وباركهم وقالوا ايه؟ اثمروا واكثروا واملأوا الارض وارضوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى كل
السماء وعلى كل حاجاته اللي بتتم في الارض كلها. ربنا سابت شفايا ده حب الانسان حتى لما اخطا. وعرفت انهم تعرف في تكوين 3 لما ربنا قال يا ادم يا فنان فكان مستخبي تحت الشجره. قال له الشجره ريانا. طب انت كنت كده عريان انت اول حسيته بحاجه؟ لا. لكن لما اخطا حس بالعلم وشوف الجميل في تكوين 23 وصنع لهم اقمصه من جلد والجسم. ده ربنا رغم هم في الخطيه لكن ربنا سمعش وصنع لهم اقمصه من جلد والجسم. حتى لما اخطا وقتل اخونا ما كان خايف جدا خوف عجيب ان حد يقتله وكان يعني مرعوب بالحكايه. قال ربنا انت ردتني النهارده في يوم الوجه الارض وماذا خطيته انت يا وهاب كل حد رسولنا هيتم. شوف ربنا تقول الله بالمين قال له لذلك كل من قتل قينا 7 أضعاف ينتقم منه وعاد لقايين علامه عشان محدش يقدر يقتله رغم ان هو عادي له. شوف محبه ربنا. موسى لما طلع الجبل يجيب له حي الشريعه وفوق الجبل عملوا ايه الشعب الاسرائيلي؟ جمعوا الجاه وعملوا ايه؟ ذهبوا ايه؟ وعبدوه. ورغم كده كان ربنا بيديهم ايه؟ المن والسلوى. شوف محبه ربنا عليه قوي. ده المسيح عز الالام على الصليب. يا ابداه اغفر لهم لأنهم يؤمنون. إيه ده؟ كم أمر يشعر الإنسان أحب الإنسان محبة شاملة دون تمييز. يقول كده محبة العالم حبة حتى بدل ابن الوحيد لكي يدخل كل من يؤمن بل تكون له حياة. ده ربنا شوفوا محبته وقت النهارده على فكرة يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على مين؟ الأبرار والظالمين حتى الملحدين. ربنا برضه صبر حتى الخطية الوحشة اللي عايشة في العالم المسلمين شيء متعب صعب من أجل ربنا يشيل. فاكر كان شعر سكر ده الشعر بتاعهم المسلمين يعمل على وحاجه والحقوق العاديه شعر صعب. ومره راحوا للامريكان عشان يفوزوا الرجال قالوا ما ينفعش وحبوا لكن نشكر ربنا طلعوا في هناك الكنيسه القبطيه بمارس قوانين هي وكانوا رافعين قضيه على كان مش اي حد لو بص واحد لاي مثال سليم دول يعني ممكن يدعي عليه يدخل السجن. وصل لدرجه صعبه وصل للرسالة هناك نزلت أمريكا زمان نزلت أمريكا ورجعت حاول كل ملك ولولاده البيوت من الصبح مدارس الأحد والكنيسة شعب عظيم. لا تقول للولاد أنت عايز تتولد
الصورة دلوقتي لما يتولد الطفل شهادة الميلاد ما تكتبش النوم لا ذكر ولا أنثى. الوقت لما يكبر ولا يكبر تختار عايزة تبقى إيه؟ شوفوا الرسول بيتكلم عن الموضوع ده بشكل صعب جدا. اللي يحب الرب ايه؟ ربنا وكأن مصدقين. لا ربنا من محبته الإنسان بيدوم تأديبا شديد داود كده تأديبا أديب الرب وإلى الموت لم يسلم. لما داود أخطأ زي قتل والكلام ده كله وراح لسان النبي قال له انت عملت كذا فقعد يبكي وقال له ربنا لك خطيتك فلن تموت وقعد مزامير التوبه دي لا بتوقع والفراش بتاعك وقدر عيني ارحمني مظلوم 50 لا فرصه لله كلنا لما نحب نتوب نقول كده. ايوه لما دخل في البر الذاتي ولما جاي قال ذنب سلمت يا رب لا كان صعب دخلوا ربنا في مراحل صعبه جدا وتجارب صعبه خلوا الولاد وخد زرع وخد كل حاجه حتى جسده بس ربنا قال الشيطان اوعوا حتى بدرجه الثلاثه بالجنوب بتاع الفرن ده وإيد عميلة اسمه أشكر بقى وبرضه ومسلم أنا يعني خير الرب شاب إنسان عميل وكان الأخ فاهمين مع كده وتكلم يا رب سمع الأذن أنا عارف يا رب بس بالدعم بطرس أنكر المسيح لما يجي قال ده ما عرفوش 3 مرات يا ده أنت بطرس المسيح يسأل الناس بتقول عليه إيه؟ إلا أن محمد أنت المسيح ترى أو بعد بطرس مبارك المسيح الجميل يقول هو بس اليوم كده كانت عين المسيح كانت عليه وهو بيتعامل جوه البيت يقول خرج الغريب الويل وبكى وكان مرا ولقيته المسيح اللي معاه عن محبه أنت حبيبي ما في أخذت بقى قال له أنت تعلم يا رب بلاش بقى تكشف الكنيسة تبقى صاحب الحباية دي تفرج زي ما حد كلنا بنجتمع في الكنيسة كلنا من جسد المسيح حد يقول لك لا ما تفهموش الكل اللي جاي يتاهل ويعترف وداخل الكنيسه من جسد الدم ده مسيح وتلاقي كنيستنا جميله. شوف كمان الكنيسه بتصلي لاجل الاحياء المرضى المنتقلين المسافرين الحكام والمحكومين اللي في السجون والسجن والمتزوجين والمتربيين والأجل الطباع التائبين والخطاة ولأجل الشيوخ والأحداث اللي بيسميها أمونا بعد التحديث وحدانية القلب تتصرفين هتلاقي كلها متنوعة حتى المياه الأنهار
حتى الزرع نويت السماء، حتى عشب الارض الكنيسه مسماه محبه شامله للكل دون تمييز، محبه عاميه بل معزه. يقول ربنا خلي بالك في محبته من شكلها ايه؟ محبه الكنيسه شكلها ايه؟ طب يا ترى نسال كل واحد فيكم كل واحد المحبه الابويه بينكم وبين شكلها ايه؟ انعكاس وصول محبه المسيح محبه الكنيسه بينكم ولا لا؟ المحبة لله ده الجسم بتاع الرسول مثال شخصيته هو معصوم. يعني فاكر كنت مرة كلمة أمريكا ورجعت كتاب مع سيدنا بولس قلت له قلت له يا سيدنا الناس هناك متعطشين بالحب، عايزين حد يحبهم يهتم بيهم. يا صدقوا يمكن الكلام ده في الفترة اللي فاتت لغاية النهارده الناس اللي خدمتهم في قلب أمريكا بيتصلوا بيا ويتصلوا ولادهم محتاجين حد يقول يطبطب عليهم. بحثا لما ادخل كده البيت الأم ماسك الموبايل والأم ماسكة الموبايل والزوج ماسك، كل واحد في الدنيا تانية. إيه ده؟ أنا عارفة الوالد بيبص عليه والبنت والولد والبنت بقت خلاص مفيش المحبة العادية، مفيش الاجتماعيات، مفيش حد مليان بحد. ممكن نأكل ولادنا كويس أوي بس هو ده مش اللي عايزه، مش الأكل بس. ده دايما يقول كده إن قدرات النمو تثبت بارتواء مياه الحب، لكن عواصف الإهمال بتبقى فيها قسوة وحرارة شديدة. محبتك لله تكون محبة عطاء بنبتل وكل وعطاء تكون كل حاجة. نعطيك زواج ممكن تدي لولادك فلوس قد كده وانزل اتفسح والكلام ده كله، لا يا حبيبي. الغنى الوحيد لولادنا ان تعطيه ذاتك مش فلوسك. خلي بالك دي وقتك مش فاضي وليل نهار مفيش وقت. زي ما قلت لكم قاعدين نتفرجوا على الموبايل ولا التلفزيون والكلام ده كله. دي وقتك، دي جهدك، دي مشاعرك. ادي ولادك عواطف مش بيع لنفسك اكتر من ماديات. صدقوني تيجي تبني الانسان اكتر من الاطعمه من اكل الشرب ولا الفلوس. خلي بالك الابن اللي محروم من العطف بيته وحتى لو كان اموال ابوه قد كده ويقول يتفسح ومش عارف يروح الغردقه ولا شرم الشيخ والكلام ده كله، لا هو عايز البدايه الصادقه دلوقتي تكون المنشغل عن الوالدين. مش عايز فلوس. ولذا ليه ولادنا يخرجوا بره ويفتشوا عن عواطف المخدرات وتأثير المشاكل؟ نعيط بعد كده. يرتبط الشخص بالرضا على حساب روحياته وحساب على حسب الحالة أحيانا. كل ولادنا وولادنا اللي بيقدروا
بيروح يدور عليها فين؟ أو بتروح يدور عليها بره، وتلاقي حد يكتب كلمة حلوة كده في ودنها، ولا واحدة تقول له كلمتين حلوة بحبك الكلام ده كله، وتضيع، ونقعد نعيط بعد كده ونيجي الكنيسة شوفنا الوالدين والجدين فين. صح لازم نكون عطاء كامل لأولادنا، زي ما قلت مش هو العطاء الجسدي فقط، بل الروح أيضا نديهم وجباتهم. نقعد نصلي معاهم زي ما قلت الكبير العالي والجماعة. أتذكر الناس يقولون وأنا أسأل الله إني فصلت بعد الكمالية بس سكت معي ما يجري كتير من الناس ثلاثة والسؤال مرة كان أبونا يوسف بس بأمان كنت بشيل كل واحد منهم على دراعه ومش عارف. وعندنا في مجال اسمه فرصة الكلاب كده تبص عليه شايلهم الاثنين دول. ازرعوا اولادكم في الكنيسه، ما تخافوش عليهم وصدقوهم. حبايبي دوقوهم حب ربنا يدوقوهم. اصدقاء الشيء افرح قوي لما اسمع عن احفادي في كندا اللي بقى خادم في الكنيسه ومدرس الالحان، وهم عارفين لكن الالحان في الكنيسه له الالحان الطويله والقصيره، حتى الصغير الالحان الصغيره بيدرس الالحان. قد ايه ازرعوا اولادكم في الكنيسه يا حبايبي ودول حب وعطيه. مش فاكر بس ان احنا الدروس ومش عارف الدرس الفلاني ومش عارف يوصل العامة والأسر، لا يا حبيبي أهم من ده كله جنب الأرض لازم الدروس الروحية ولادنا نحافظ عليهم. تعلمهم ألحان الكنيسة، صلوات الكنيسة دي نتوع إيه؟ كان مرة افتكرت دلوقتي أمبر بولس خلاني أناسه قال لك لو كنت طفل وهو صغير وشايله على كتفك كده ويدخل وابونا ماشي بالبخور، رحت البخور بتبقى في نفسك ودي بتشد بعد كده للكنيسه. ما نجيش ناخد الجسد بس، كان الروحيات علينا نعطي ولو لم ناخذ محبه من الاباء نديهم مبادئ وما تنتظرش من ابنك حتى لو كان جاحد شويه الكلام ده كله، بس حتى لو كده اديله وما تعملش ردود الافعال. اوعى شوف الكنيسه تدينا حب غير عادي ربنا نفس الشيء، حتى لو كنا قاسيين ولادنا قاسيين والكلام ده كله. لما المسيح أعطى لسبب وقت الصبر المفروض إن احنا ندي لأولادنا نعطيهم محبة دون أن نتأثر بالمواقف بتاعتهم وتصرفاتهم. أنا بكلمك مش عارف إيه وعطوا لا اوعى عشان يروح يدور على بره حد تاني. احنا نديهم قبل ما يطلبوا. اوعى يا حبيبي لما تدي حاجه لاولادك تقعد تقول انا عطيتك امبارح كذا وتعير فيهم. اوعى تعير ولادك بالكلام ده كله. ادي الحب وبذل وعطاء. حافظوا على ولادكم وحافظوا على احفادكم دول حبة ربنا دول محبة الكنيسة. واعطوا الكلام ده لولادكم يا حبايبي، حب الله وعطاء ربنا يبارككم ويبارك عمود كنيسته. واشكر محبة الولاد عشان محبته ويعملوا لكم
تعرف تحفظ الفيديو؟ Sotemmo noi